السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة. اللهم صل على النبي. انا حابب اشارككم الحاجات الجميلة الشياكة دي. بسم الله ما شاء الله. تعال شوفوا يا جماعة الجمال، ما شاء الله. شوفوا، افرجكم اكتر من طائر دلوقتي. شوفوا ريشه وجماله. شوف، اللهم صل على النبي. ده شكل الطير اهو. ودن بيضة بعرف كبير ما شاء الله، بدلات كبيرة، عين حمراء، الريش مفتل. شايفين؟ واخدين بالكم من الريش؟ شوفوا، ده بيتقال عليه سلكي او دجاج مفتل، او دجاج مفتل. تمام. طيب دوت الدجاج الحباحب. لو عندك دجاج ريشه بايظ زي الحباحب ده الحباحب ريشه بايظ، ريشه بايظ. ولكن المفتل اللي زي ده، لا، هو اصلا طبيعة ريشه بالمنظر ده. طيب، اللي ريشه بايظ ده ليه علاج؟ ايوه ليه علاج. تخلي ريشه كويس جدا ونقي وريحته حلوه ويتظبط. ده هسيبه لكم في اخر 4 فيديوهات هيظهروا لك، او 3 فيديوهات في اخر الفيديو. اختار لك فيديو منهم هتسمعه، هتتعلم ازاي تظبط ريش الدجاج وينمو بشكل صح، ويبقى ريشه شكله جميل. هنا جوكر، ما شاء الله، جوكر اهو. ده انس الجوكر، وهنا الجوكر اهو. عفوا بقى الماعز اللي حواليا دوت الدجاج البولش. شوفوا يا جماعة سبحان الله. وديت بنته ودوت ابنه، يعني دول اولاد الديك ده، ودي الام. شوفوا بقى هنا حاجة شكلها جميل جدا جدا، وانا حابب اوريها لكم. شوفوا الطعامة دي. شايف الطعامة والجمال ده؟ متع نظرك يا غاوي وصلي على الحبيب، اللهم صل على النبي. ما شاء الله، شكله جميل جدا. الطير جميل وشكله جميل اهو. شوفوا مع الانثى بتاعته لونه اهو. وفي منه الوانات تانية ما شاء الله، زي اللون ده. اسم السلالة دي ايه؟ جابانيز. وفي ناس بتقول عليه دجاج كيني، ولكن هو الاسم الاشهر دجاج جابانيز. ده بقى جابانيز كولومب اسود. ده دجاج جابانيز ابيض، اللي هو اللون الابيض خالص. عندي ما شاء الله الجابانيز الكولومبي السلفر اهو. طبعا الانثى دي كوشام وقزم، الانثى دي كوشام وقزم، وهي ملهاش ديك، والديك ده ملوش انثى. فانا حطيتهم مع بعض، حطيتهم مع بعض كي ينتجوا اي فرخ. انا عارف ان دي طريقه تهجين وما انصحش حد بيها، ولكن احسن ما يقف. وانا عايز اشغلها واخليها دايره في الشغل لحد ما اجيب لها الديك بتاعها المطلوب. دول برضو بولش، دول بولش اولاد الديك والدجاجه اللي على الارض، واخواتهم اللي على الارض اللي انا وريتهم لكم. شكلهم جميل ومستواهم جميل ما شاء الله. زي ما قلت لكم مفيش دجاج كوشام وقزم، عندي ديوك، ما عنديش ديوك كوشام وقزم. اضطريت احط الاناث، كل انثى مع ديك مختلف. طبعا الديوك دي واقفه فاضيه عندي بدون ديوك، بدون دجاجات، فاضطريت احط لكل ديك دجاجه. طبعا الدجاجه دي كوشام وقزم، والديك دوت لونه طبعا تحفه من الجمال، صح؟ ما شاء الله والصلاه على النبي، الصلاه على النبي. اللون اسبرايت فضي، عفوا اسبرايت ذهبي. شايفين يا جماعه؟ او نحاسي. اسبرايت ذهبي او نحاسي، وفي فرق بين الاثنين. ولكن هو بيتلقب عليهم اللقبين، الناس تقول عليه نحاسي والناس تقول عليه ذهبي، ولكن الذهبي افتح من كده، والنحاسي زي اللي قدامكم ده بالظبط. في منه بقى اللي هو الايه الفضي، اسبرايت فضي. فدي كانت سلالات اليوم، حبيت اشاركها لكم. جميله جدا ما شاء الله. الحباحب ليه مميزات وليه مواصفات، كذلك كل سلاله من اللي انا وريتها لكم ديت مش بشكلها ده بس، لان في دجاج شبهها كتير، ولكن كل سلاله من السلالات دي ليها مواصفات خاصه.
وليها سعر خاص بيها. الحاجات دي غالية مش رخيصة، تقدر تعمل منها مشروع وتربح منها بأقل التكاليف زي ما انت شايف كده. مش هتستخدم مساحة كبيرة، يعني ممكن عندك في البلكونة أو على السلم أو في أي مكان عندك صغير أكنك مربي حمام بالظبط. تقدر تربي السلالات دي وتنتج منها وتبيع. تقدر تبيع كتاكيت وتقدر تبيعها بيض. تقدر تجيب لك ماكينة تفريغ فقاسة صغيرة جنبهم، والبيض اللي يطلع منهم تحطه في الفقاسة، ومن الفقاسة تبيع وربنا يرزقك. لو في استفسار في حاجة معينة اكتبولي، وانا هروق عليكم في الفيديوهات الجاية. سلام عليكم.